ولا to make nouns in English. ياك to make nouns in English you need verb plus ing. اللي متبع معايا يكتب هادشي اللي كندير في التعاليق. verb plus غادي نحتاجو ing. صافي هي اللي داير عليها الفيلم اليوم. we're going to write some sentences. مثلا انا غنبدل السنتنس اللي درت قبيله. swimming is one of my hobbies. Swimming is one of my hobbies. واش كتشوفوا الجملة كاملة؟ I think so. إذا عندنا الفعل swim في اللغة الإنجليزية واللي هو يسبح، وزدنا عليها ing باش نكونوا الاسم ديال السباحة أو المصدر باللغة العربية. غتلاحظوا أن here we doubled the consonant. Not all verbs can be made into nouns by just adding ing. Sometimes you have to double the consonant. بالعربية ماشي كاع الأفعال باش نكون ليهم الاسم خصني نزيد غير ing. بعض الأفعال كنزيدوا عليها consonne بالفرنسية أو لا consonant بالعربية باللونجلي أو لا ما عرفتش consonant verb لا مش ترجمة ما عرفتش consonants او vowels بالعربية الفاولز هما حروف المد، والحروف الأخرى اللي ماشي حروف مد سميتها consonants. هنا في الفعل swimming زدنا ام وزدنا ing بالدارجة. كيفاش نعرفوا أستاذ واش خصني نزيد الام ولا واش خصني نزيد هذاك الحرف ندوبلو ولا نزيد ing نيشان؟ وهذا الشيء هذا على حسب الاكسبشنز، يعني الاستثناءات. ما تبقاش ديما تقلب على القاعده اللي تطبق، حاول تكون فليكسيبل. بعض المرات ما كاينش قاعده، هادشي اللي عطا الله. swimming كنهضروا على علاش درنا ام جوج المرات. غندوزو دابا swimming is one of my hobbies. ملي كتقول one of my hobbies كتقصد واحده من هواياتي، اكيد ما تنقولوش of. I don't teach you just grammar. I also teach you how to say things in English. كيفاش نقولوا الاشياء. اذا ركز معايا حتى على النطق. اذا هنا تنقولوا one of my hobbies. لاحظوا معايا كيفاش ان ديك of راه فيها بحال في الاخر، يعني ما تنقولوش of my hobbies، تنقولوا of my hobbies. And I'm sure you can hear the difference between both pronunciations. كنظن انك تتلاحظ الفرق. ما تنقولوش one of my، تنقولوا one of my hobbies. علاش؟ حيت الا قلنا of فبحال كاينه ديك اوف اللي فيها دوبل اف، وكاين بعض قواعد نطق لكن نتوما تعلموها بالسمع باش تستافدوا منها. swimming is one of my hobbies. غندوزو الناس اللي ما كنشوفش التعليق ديالكم سمحوا لي. I enjoy ياك انا استمتع بالقراءه. how can I say in English انا استمتع بالقراءه؟ I enjoy reading. هذا مشى صافي، هذا غنرميه. I enjoy reading at night. أنا أستمتع بالقراءة في الليل. ملي كتبغي تقول في الليل في اللغة الإنجليزية ما كديرش معايا in. بزاف ديال الناس تيقولوا in night، لا in the night كنقولوا at night. صافي كتعني في الليل at night. إن شاء الله إلا بغيتو درس ديال prepositions كتبوا لي لتحت we want a lesson about prepositions. واش بغيتوني نقرا لكم درس ديال on in at؟ اكيد خليو لي طلب هنا يوتيوب ديالي. بزاف الناس كيسولوني فانا كتبتها هنا بالدارجه باش تشوفوها. يوتيوب ديالي سميتو English with لبنى. واش نتوما اسكو vous êtes des débutants؟ واش نتوما مبتدئين؟ هل انتم are you beginners؟ كتبوا لي لتحت I'm a beginner او لا je suis débutant débutante او لا انا مبتدئ. لان في هذه القناه ديال يوتيوب عندك دروس من الحروف. I teach you how to spell your name, how to make sentences. So عندي دروس زوينه هنا. نكملوا الدرس ديالنا. انا استمتع بالقراءه في الليل. في الدارجه انا كنستمتع بالقرايه. في لونجلي ما كدير والو ما بين كنستمتع وما بين القرايه. هذا هو تكوين الجمله. I enjoy reading. الفعل enjoy ياك كيحتاج من موراه اسم او مصدر. فما تقدرش تقول I enjoy to read. لا ما كتقدرش تقول I enjoy read، كتقول I enjoy reading.
صافي. and this is why I'm teaching you about the ing today. داكشي علاش اليوم كنقراو ing. هاد الدرس غتلقاه مسجل على يوتيوب، فانا دابا غادي نمسح وندوز للاستعمال الثاني. اوكي سو الاستعمال الاول كنستعملوا ing زائد الفعل باش نكونوا الاسم مزيان لتكوين الاسماء. من فضلك وانت كتشاهد ضغط مرتين على الشاشه باش نستافدوا، باش يدخلوا الناس يستافدوا معنا. السكند يوز الاستعمال الثاني هو واحد الزمن. ملي كنكون انا عندي هنا خط زمني، ها هو الخط الزمني ديالي، كنكون كندير شي حاجه in the present، كندير شي حاجه دابا في البريزون في المضارع، دابا كنديرها وكتكون continue مستمره وكتكون now كنديرها لدابا. انا شنو كندير مثلا؟ ماشي I teach English. شوفوا معايا، الا قلت لك I teach English معنى ديالها انا كنقري لونجلي بصفه عامه. اما الا بغيت نقول لك انا كنقري لونجلي دابا سهله. اشنو غادي ندير؟ غادي ندير I am teaching English now. فبهذا انا كنستعمل ing باش ندير present continuous المضارع المستمر. هاد الزمن المضارع المستمر عندي درس ديالو كامل في اليوتيوب، دخلوا تفرجوا. good. واش مستافدين معايا؟ I am teaching English now. ولا مثلا she والفعل watch و a movie. ماشي بالضروره نقولها الان، بعض المرات كيبان ليا من السياق ديال الجمله انني كنهضر على شي حاجه كنديرها دابا. she is watching a movie right now. اكيد ماشي ديما كنهضروا بحال هكا، غالبا تنقولوا she's watching a movie. صافي. so I'm teaching English at the moment لان هذه واحد الحاجه كنديرها دابا. اوكي she's watching a movie كديرها دابا. كنلاحظوا ان في الاستعمال الاول ديال ing خدينا verb وضفنا عليه ing باش نكونوا اسماء، وفي الاستعمال الثاني ديال ing شنو هو؟ what's the second use؟ جاوبوني في التعليق عرفتوا الجواب. the second use is about making a tense in English. هنا كندوزو لتكوين الازمنه. عطيتكم خط زمني، ما كاين باش ما بسط من هذا الشرح، ياك شرح بسيط الحمد لله، خصك تحل دماغك وتسمع ليا. عندنا في الخط الزمني present، يعني حنا دابا انا كنقري لونجلي دابا سهله، ما غاداش نقول I teach، خاصني نقول I'm teaching. هاد I am غير باش نبين لك راها I am، اما فاش كنهضروا تنقولوا am. صافي. I'm teaching English دابا وانت كتهضر دابا. سو بلونجلي هاد الاستعمال شنو سميتو بلونجلي؟ غنقولوا لكم بلونجلي. We use the present continuous to talk about an action happening at the moment of speaking. وهذا الشيء كله بالعربيه كيعني كنستعملوا المضارع المستمر فاش كنهضروا على حدث كيوقع وحنا كنتكلموا. شي حاجه كتوقع دابا كنهضر عليها. مزيان كلير؟ اوكي بغيت كلشي يكتب لي لتحت كلير اولا ثانك يو الا بغيتو تشكروني. الشكر ما كيتبززش ياك. or you can also type the rule. كتبوا لتحت الرول القاعده باش غتبقى لك هنا في الراس، اولا كتب I understand اولا كتب شي حاجه. مهم تشارك باش تحس براسك كتقرا في بحال في المدرسه. good job. مزيان. كتبوا شي حوايج اخرين لتحت باش ما تكتبوش كلكم نفس الحاجه. good job thank you. اذا she's watching a movie هي تشاهد فيلما. اعاده تسجيل هذا البث غتلقاوها هنا للتذكير. حنا غادي نمروا للاستعمال الثالث. if you find this too quick، الا جاكم هادشي بالزربه راه ماشي بالزربه، وانما لاننا كنهضروا على استعمالات ing. حنا اليوم ما كنشرحوش الزمن كله، الا بغيتوا الزمن نقدر ندير لكم مراجعه في اللايف، ماشي اليوم، وانما راه كاين الزمن الشرح ديالو هنايا. اوكي سو غندوزو للاستعمال الثالث واللي هو كنظن نقولوا حنايا نستعملوها ing in واحد الكلمه هنايا ما غنكتبهاش، غنكتبها بالعربيه. انا كنبغيك تفهم غير بالاداب وبشويه وبلا ما تستريسها، داكشي باش دايره لك هذه الطريقه البسيطه. ing in النعوت. so the
think this is not clear. Maybe I need to use another pen. So the movie, هذا ما عجبنيش هو. The movie was boring. انا غنكتب واحد الجمل وانا كنكتبهم، بغيتك تفكر فيهم ودير لايك معاك. اوكي ولا the trip is tiring. فكروا معايا شنو هاد الكلمات هادو وعلاش فيهم اي ان جي، وإلا عرفتوا الجواب كتبوه ليا في التعاليق. يلا شاركوا. كليك على السكرين جوج المرات، كليكي على السكرين جوج المرات اصدقائي باش نعرفكم متبعين معايا. اوكي اوكي give me 1 second. نحيد هذا تاهو. I don't like these pens قدامي. اوكي my story was exciting. صافي نشرحو دابا. بعض المرات ملي كتبغي توصف الاشياء كتستعمل بعض الكلمات اللي فيها اي ان جي، وداكشي علاش قلت لك نستعملوا اي ان جي في النعوت. وباللغه الانجليزيه النعوت سميتها adjectives. اوكي adjectives. كلشي كتب ليا adjectives في التعاليق. يلا ما كنبغيش انا المتفرج المعكاز اللي داير كاساتاي ومانطا، كنبغي المتفرج اللي كيشترك معايا وكيستافد معايا. يلا كتبوا ليا. هذيك بلاتي كاينه الشمس ما كتبانش لكم الصباره مزيان. I think ما كتبانش لكم مزيان واقيلا. adjectives. good job. okay ing in adjectives. هذاك الشرجم بلاتي هو اللي داير لكم الضو تما. give me 1 second. give me 1 second. عطوني دقيقه. ما تمشيو حتى بلاصه نتوما على السبه، غير كنمشي نقضي شي غلط كنلقاكم مشيتو. تسناو انا جايه. شعلت لكم غير الضوء. so اذا غنشرحوا. the movie was boring. اذا كنستعمل was باش نقول شي حاجه كانت ولا شي واحد كان. اذا الفيلم كان ممل. مهم هذا الشرح لان بعض المرات الناس ملي كيبغيو يهضروا كيقولوا bored هو انت كتحس بالملل. الا بغيت توصف شي حاجه ممله كتقول boring. the movie was boring. the trip is tiring. الرحله هي متعبه. tiring متعب. my story was exciting. القصه ديالي كانت exciting. شنو هي exciting؟ يعني كتحمس، تتحمس الناس ملي كيسمعوها. so I describe the story, I describe the trip, I describe the movie. these are adjectives because they are used to describe something أو someone. هادو كلهم نعوت. ملي كتبغي توصف شي حاجه كيفاش دايره كدير ing. ملي كتبغي توصف راسك انت ولا شي احساس ديالك كدير او دي. هذا ماشي هو الدرس ديالنا.
انا كنشرح غير الاي ان جي today، ولكن باش تعرف الفرق ما بين او دي والاي ان جي ولا اي دي والاي ان جي، الا قلت bored بغيت نقول انا كنحس بالملل تنقول I'm bored. فهمنا هادي؟ اوكي جود، مزيان فهمتوا معايا؟ ملهمه اييه واي نوت. جود جوب. واخا داك الشرج مداونجيكم انا غنحاول، داك عالي بزاف نحاول نسدو. I don't know if now it's okay. وقيلا حسن دابا ياك. Yeah, that window was a problem. سلام. بالنسبه للايمان اللي تعطلات قالت لي تعطلت، نبغي نقول لك ان هذا الدرس مسجل هنايا English with لبنى، ها هي يوتيوب. ماشي مشكل الا فاتك درس حيت الدروس كامله كاينه في اليوتيوب. ففاتوك 3 الاستعمالات، هذا الاستعمال ديال adjectives معليش الا فاتك شي حاجه، لان راه غادي نديرو، راه غادي ان شاء الله يبقى مسجل في اليوتيوب صافي. الاستعمال الرابع are you ready؟ بغيتكم تكتبوا لي لتحت I'm ready. ما كيعجبونيش التلاميذ اللي فيهم النعاس، يلا كتبوا لي I'm ready او لا what's the next use او لا use number 4. اوكي غادي نقولوا after some verbs. عندنا بعض الافعال في اللغه الانجليزيه اللي كيقبلوا موراهم غير فعل زائد اي ان جي. غنعطيكم مثال هنايا. فين هو القلم ديالي؟ I avoid. ما معنى avoid؟ أتجنب. I avoid. أنا كنتجنب أو لا أتفادى أنني ناكل بالليل. بعض الأفعال بحال avoid كيطالبوك يعني كيقول لك حنا كنقبلوا اي ان جي مورانا، كنقبلوا غير اي ان جي مورانا. بعض الافعال كتقبل فعل بتو وفعل باي ان جي، بحال I like to swim، احب ان اسبح، او لا احب السباحه I like swimming. good. اذا بحال بعض الافعال كيقبلوا لنا غير اي ان جي، بحال هذا مثلا انا اتفادى شي حاجه، انا كنتجنب شي حاجه كنقولوا ليها بالانجلي I avoid eating. مثلا انا كنتجنب ناكل في الليل I avoid eating at night. good. فهمتوا هذا الاستعمال؟ نكملوا مثلا نقولوا مثلا she ياك she finished cooking أو لا cleaning. she finished cleaning مثلا the house. عندنا ايضا فعل finish بحال فعل avoid كيقبل ليا الفعل اللي موراه يكون فيه اي ان جي. واش هنا فهمتوني؟ she finished cleaning the house. do you understand؟ اوكي كتبوا لي لتحت finish زائد verb زائد ing، avoid زائد verb زائد ing باش تعقلوا عليا. يلا كلشي كتبها لتحت. واش شفتوا لاشين ديالي راها English with لبنى. جاني واحد الكومنت واش عندك advanced English. مهم شوف دخلي لهاد لاشين سميتها English with لبنى and you'll find my podcast where I speak only in English. كاين عندي بودكاست كاع اللي كنهضر فيه غير بالانجلي. اي واحد بغى شي حاجه advanced غير يصبر معنا. okay because most people who watch live videos on TikTok
are beginners I'd say. المهم كنظن انا بزاف ديال الناس ولا اغلبيه الناس اللي كيتفرجوا في تيك توك كيبغيو يتعلموا لونجلي من الصفر او لا هما مبتدئين beginners. That's why I try to please everyone. كنحاول نرضي كلشي. So I make videos بحال هادو. بغيتي شي حاجه advanced ولا avancé دخلي لاشين راه عندي كلشي صافي. عندي بزاف ديال الحوايج تما الادفانس ستودنتس. قلنا after some verbs you have to use verb plus ing. I avoid eating. At night she finished cleaning the house. اوكي. بطبيعه الحال اليوم انا كنوريكم غير شويه الجمل من كل حاله اللي كنستعملوا فيها اي ان جي. بهذه الطريقه غير تفهم شنو هي هاد اي ان جي في اللغه الانجليزيه. اعاده اللايف فين غتلقاوها؟ هنايا on my YouTube channel. مزيان غادي نكملوا وغادي نديروا الاستعمال رقم 5 واللي هو after some prepositions. okay, preposition أو لا after prepositions. How can I say in English I'm good أنا مزيان في واحد الحاجة مثلا I'm good at مثلا ثاني أخضر I'm good at painting. When you know how to do something really well فاش كنعرف كيفاش ندير شي حاجة مزيان بطريقة مزيانة بزاف كنقول I'm good at. أنا جيد في ماشي I'm good in. I'm good at painting. صافي. بغينا نقولوا شي واحد he left هو غادر. الناس اللي ما عارفينش الفعل غادر اللي هو leave. غادر هي leave. he left without. ما معنى without؟ بدون. without ولأن without هي preposition without saying goodbye. he left without saying goodbye. هو غادر بدون أن يقول وداعا. مشى بلا ما يسلم علينا بالدارجة المغربية. اوكي مشى بلا ما يسلم علينا بالدارجة المغربية. he left without saying goodbye. كنلاحظوا في الجملة الأولى والجملة الثانية عندنا prepositions. هادو هما prepositions. after prepositions استعملنا فعل زائد ing. اوكي كتلاحظوا شحال مهم نكون عارف ing في اللغة الإنجليزية. سو الاستعمال هذا ديالنا رقم 5 قلنا 5 uses of ing in English. وهذا الفيفث use الاستعمال الخامس هو after prepositions. انا كنعرف نصبغ ولا نرسم ولا نصبغ بالالوان يعني في الوراق على حسب بينتين كل مره وشنو السياق ديالها. كنتي كتصبغ الدار رسميتها بينتين. كنتي كتصبغ في الرسم يعني حنا كنقولوا واقيلا غير الرسم في الدارجه غير هو الرسم راه drawing. فداكشي باش تنقول لك كتعجبني الصباغه فانا كنحاول نترجمها زعما كيما هي حرفيا. I'm good at painting. صافي كنعرف نصبغ بالدارجه. I'm good at painting. نقدر ندير اي حاجه تما. I'm good at اي حاجه. الرسم كنعرف الرسم فغادي نقول I'm good at drawing. ما سميتهاش drawing سميتها drawing. مع الوقت كتعلم البرونسيشن. ما تخليش النطق يعقدك. النطق ما داروهش لينا باش يعقدنا. النطق كتمشي عند واحد البلاد هذيك لغتهم. بحال حنا فاش كيجي شي امريكاني ما يقدرش يقول لك انا بغيت نشرب البصاره والحريره راه يقول لك بصاره حريره عادي. ما تخليش النطق يعقدني. شنو هو النطق اللي بغى يعقدني انا ياك لاباس. pronunciation is a skill. You will learn it with time. Just give yourself time to learn pronunciation. عطي لراسك الوقت باش تتعلم النطق. ملي تتفرج في شي واحد بحالي اللي كيشرح لك النطق حاول معاه. قلنا قبيله مثلا of ماشي off. احفظها تعلمها عاودها ما يعقدنيش النطق. انت ما تتعلمش لونجلي باش تنطق بحال شي واحد ما عرفت منين جاي. انت you learn English to communicate with people. كنظن most people اغلبيه الناس الهدف ديالهم الاول هو يهضروا بلونجلي speaking English communicating. فالنطق راه كيجي مع الوقت. اوكي غير نتعلموا من شي واحد اللي كينطق ما بيهش. بحال انا ما بياش انا ما عرفتش نقول لك انا امريكانيه انا سميتها لبنى انا مغربيه. حاولت وتعلمت وقريت صافي. كنقريو الناس ولكن
كنبقى ماشي معاك شي واحد يقول انا النطق ديالي واعر، انا ضد هاد الفكره. مع ذلك كنتي لغتك هذيك بحال الدارجه ديالي، انا الدارجه ديالي واعره لان انا مغربيه ولكن باش نقول انا الفرنسي ديالي واعره، الانجلي ديالي واعره، راه انا ماشي لغتي هذيك. باتم تراين كنوصل لك واحد الميساج ديال انك ماشي لغتك هذه. هذا هو اللي بغيت نقول لك. مجرد انك كتعرف تقول واحد الجمل وكتقرا وهذا، بي براود اوف يور سيلف، كون راك فخور براسك، وتعلم ديك برونسيشن بشويه بشويه. نتعلم مع استاذ على الاقل كينطق نطق راه لاباس. ما نقراش مع شي واحد تيقول ام جود ات بينتينغ، ولا نقرا مع شي واحد تيقول ات دراوين. انا كنشوف شي ناس ولاو تاهما يديروا اليوتيوب واللايفات، ولكن برونسيشن لا، غيتعداو على الناس. فحاولوا عافاكم الا كتقراو مع الناس في التيك توك ولا في انستغرام ولا في اليوتيوب، ما فيها باس تدخلوا بعض المواقع اللي غتلقاو فيها النطق، مثلا بحال كامبريدج واللي هو معجم كامبريدج، اولا تدخلوا لواحد الموقع مثلا سميتو يوغليش. كتبوا هادشي في جوجل غيطلع لكم، وكتكتب الكلمه اللي قال داك الاستاذ وكتشوف واش نطقها مزيان. فهمتي؟ ضروري تبحث على الاستاذ اللي كتقرا معاه وتشوفوا واش كينطق مزيان. ولكم واسع النظر، دخلوا شوفوني انا كيفاش نطقت بينتينغ دراوين، وشوفوا واش لاباس كنطق مزيان وقراو معايا. اما باش تقرا مع اي واحد حال لايف، that's not good. ماشي اي واحد راه يقدر يكون حال الكتاب هنا، حال الكتاب وكينقل. انا سمعت كوارث في اللايفات، كنسمع كوارث. بليز بي كيرفول، عافاك حاولوا تكونوا حذرين او لا برودون مع الناس اللي كتفرجوا فيهم. لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي اللي غنقول. كاين اللي ما عمرو قرا شي درس حياته بحال لايف، اجيو تقراو معايا لونجلي، ماشي عيب، that's really good. ولكن راه لما كنتش عندك برونسيشن والو كاع، ما تقريش الناس، قراها بوحدك. كتعجبك لونجلي قراها بوحدك. ما عرفتش واش متفقين معايا؟ هذا هو الراي ديالي. اما باش نقري الناس حيت كتعجبني لونجلي ونغلطهم معايا، هذا حرام بالنسبه لي انا. He left without saying goodbye. هو مشى بلا ما يقول لنا بسلامه. I'm good at painting. انا كنعرف ندير الصباغه ولا كنعرف نرسم. I'm good at drawing. مزيان، برافو علينا. تعلمنا 5 uses of ing in English، وقلنا English with لبنى هي قناه يوتيوب ديالي. غنخلي لكم، غنحيد من حتى الشاشه باش ديروا سكرين وباش تاخذوا القناه. هاد القناه رابطوها ايضا في التيك توك ديالي. بركه عليا انا عييت، غنجلس دابا شويه. كنتمنى ان شاء الله انكم تدخلوا. عافاك اللي دخل هنا لعندي القناه يكتب لي انا جيت من تيك توك، وخليوا لي الطلبات ديالكم تما. فهمتوا؟ خليوا لي الطلب انكم باغيين مثلا شي درس، مثلا بغيتوا الدرس ديال prepositions بحال هاد at without، دخلوا هنايا عندي اليوتيوب وقولوا لي عافاك بغينا هاد الدرس صافي. thank you so much for watching. هاد الدرس غادي تلقاوه في يوتيوب. thank you for watching. see you next time. bye bye.